الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم يا جماعة. النهارده طالعين بعد ماتش الأهلي وبيراميدز، وطالعين عشان نحتفل مع كل الأهلاوية بفوز الأهلي على بيراميدز 3-0، مش واحد ولا اتنين، لأ بالتلاتة يا أهلي بالتلاتة. طبعًا النهارده ما فيش أي كلام عن الفنيات ولا اللي حصل على الماتش ولا أي شيء، هو مجرد بس فقط احتفال بفوز النادي الأهلي طبعًا، وفرحة جمهور النادي الأهلي بالفوز على بيراميدز. الماتش كان النهارده يا جماعة ماتش جميل، ماتش فيه تنافس بين الفرقتين سواء الأهلي أو بيراميدز، وبصراحة بيراميدز عمل ماتش النهارده حلو، بس في الآخر برضه خد 3. طبعًا عمرو السولية النهارده نجم من نجوم الماتش، وأنا باقول نجم من نجوم الماتش مش نجم الماتش الأوحد، لأن الأهلي فيه نجوم كتير النهارده بصراحة أدّوا، واللي كان يميز الأهلي النهارده يا جماعة هو الروح العالية جدًا، 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 سواء من محمد هاني، سواء من علي معلول، سواء من حسين الشحات، سواء من عمرو السولية، سواء من أليو ديانج، سواء من محمد عبد المنعم، سواء من ياسر إبراهيم، سواء من محمد الشناوي. كل نجوم النادي الأهلي النهارده يا جماعة كانوا في الفورمة. شادي حسين قبل ما يطلع، محمد شريف لمّا نزل. بصراحة يا جماعة أنا كنت شايف روح عالية جدًا، 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 كمية جري مش طبيعية النهارده بالنسبة للنادي الأهلي. اللعيبة كلها عايزة تقول أنا هنا، أنا موجودة. يمكن ماتش قليل شوية من برونو سافيو ومحمد مجدي قفشة إلى حدٍ ما، ولكن فرحتنا تغطي على كل الأخطاء وكل السلبيات، لإن إحنا كسبنا بال3. طبعًا نسيت أقول لكم إن شاء الله بإذن الله في آخر الفيديو ده حاطط لكم مفاجأة كده، حاجة حلوة كده من ذكريات زمان، وطبعًا هتعجبكم كلكم إن شاء الله بإذن الله، خصوصًا إخواتنا الزملكاوية. حاجة كده يا جماعة عشان خاطر ماتش النهارده الزمالك وأسوان. طبعًا مش هنعلّق على ماتش الزمالك وأسوان، أنا ما شُفتش أصلًا ماتش الزمالك وأسوان، بس عرفت النتيجة اللي هي كانت 2-1 لأسوان، فأنا حاطط لكم حاجة كده في آخر الفيديو يا جماعة، يا ريت إخواتنا الزملكاوية يتفرّجوا عليها، وهي حاجة ممتعة بصراحة يعني، مش هاحرقها دلوقتي، هتشوفوها في آخر الفيديو. نرجع لماتش الأهلي وبيراميدز يا جماعة. الأهلي عمل ماتش رائع النهارده، الأهلي عمل ماتش كبير. طبعًا الأهلي جاب جون، عمرو السولية شوطة رائعة من عمرو السولية، الكرة كانت تحت رجله، حط وش رجله وهي تحت رجله خرمت الجون زي ما بيقولوا يعني. طبعًا الأهلي بعد الجون الأول، الأهلي كان بيضغط عليه في أول الماتش، بعد كده بدأ الأهلي يلعب zone defense وبدأ يقفّل المناطق الدفاع بتاعته، خصوصًا إن بيراميدز نادي كبير ونادي عنده لعيبة كبيرة، فكان طبيعي إن الأهلي يعمل إن هو يعمل zone defense عشان يقفّل مساحات ويقفّل كل ثغرات على بيراميدز، عشان ما يقدرش يستغل هذه الثغرات ويوصل لمحمد الشناوي. ونجح الأهلي في ده فعلًا يعني، وخطورة بيراميدز كانت لا تُذكر في الماتش ده. طبعًا نادي بيراميدز نادي فيه إمكانيات كبيرة، وطبعًا كلنا عارفين إن نادي بيراميدز لمّا يلاعب الأهلي غير ما يلاعب الزمالك، غير ما يلاعب أي فرقة في الدوري، ولكن الأهلي كسب بال3 يا جماعة، مش 1 ولا 2، لأ 3 أجوان يا جماعة، وال3 ما شاء الله عليهم، سواء الجون الأول عمرو السولية رائع، والجون التاني هيدر طبعًا ركنية، حسين الشحات عرضية، هيدر حلو أوي من عمرو السولية، يعني أحمد شناوي ما عملّهاش حاجة يعني. بعد كده الجون التالت انطلاقة حلوة أوي من النادي الأهلي، حسين الشحات ياخد الكورة، طبعًا عامل عرضية هايلة لمحمد شريف، ولو عدِّت كان هيبقى جون رائع لمحمد شريف، ولكن القدر أو تخبط في مدافع بيراميدز وتخش الجون من مرة واحدة والأهلي يكسب بال3 يا جماعة. طبعًا مبروك للنادي الأهلي، مبروك لجمهور النادي الأهلي، مبروك لكل المنتمين للنادي الأهلي. أنا بابارك يا جماعة للأهلاوية على حق، الأهلاوية اللي بتشجع الأهلي سواء كسب أو خسر، الأهلاوية اللي دايمًا في ضهر الأهلي. جمهور الأهلي النهارده يا جماعة كان رائع، 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 وأنا استمتعت بروح اللعيبة، مش المستوى على قد ما هو روح لعيبة النادي الأهلي واللي عملوه لعيبة النادي الأهلي في الماتش النهارده. شابوه، شابوه لعيبة النادي الأهلي، تشكروا بجد يعني، مش 1 ولا 2 لأ 3. وما تنسوش يا جماعة المفاجأة في آخر الفيديو. بس كده يا جماعة، ده اللي أنا كنت طالع أقوله النهارده، مش هاتكلم في أي حاجة غير كده. مبروك للنادي الأهلي، مبروك لجمهور النادي الأهلي، مبروك لكل من ينتمي انتماء حقيقي للنادي الأهلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.